السلام عليكم البنات. اليوم غادي نحضر معكم اللوبيا. هذه هي وقيتها. لوبيا ساهله وكتوجد في دقه واحده بدون تعقيدات. غادي نحتاجو عندي هنا نص كيلو ديال اللوبيا، غسلتها مزيان وخليتها فزقات ليله قبل بيتها فازقه. غادي نزيد عليها واحد 6 تاع الدراسات تاع الثومه اللي كنحكوهم في الحكاكه، وغادي نزيد معلقه صغيره نتاع سكينجبير، معلقه صغيره نتاع البزار، معلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه ونص ديال الكمون تا هما صغار، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، شويه الملحه، شويه نتاع الزيت تكون مخلطه بين الزيت النباتيه والزيت البلديه، وغادي نحك واحد مطيشه وشويه نتاع القزبور. صافي غادي نخلط هذيك اللوبيا مع دوك التوابل مزيان، وغادي نزيد الماء. بالنسبه للماء حتى تنغطيو هذيك اللوبيا تغطى لنا بالماء، غادي نديرها حتى طيب. بالنسبه للمده ديال الطياب كيبقى على حساب اللوبيا، على حساب النوعيه نتاع اللوبيا. كاينه اللوبيا كطيب دغيا وكاينه اللوبيا اللي كتشد الوقت. صافي ملي كطيب لينا اللوبيا، ملي كتقرب الطيب غادي نحيدها وغادي نزيد عليها واحد المعلقه ديال مطيشات الحك. هذيك مطيشات الحك هي كتعطيها داك اللون. صافي وغادي نرجعها طيب شويه. صافي واللوبيا نتاعنا واجده. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب نتاعكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.